عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا فيه فضل هذه المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، وأنها مخصوصة من بين سائر مساجد الدنيا، بل مخصوصة من بين سائر بقاع الدنيا، فلا يرحل من بلد إلى بلد إلى مسجد أو إلى بقعة إلا إلى هذه 3 المساجد بغرض العبادة والتقرب. فهذه البقاع 3 مخصوصة بذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فهذه البقاع 3 هي التي يشرع شد الرحل سفرا إليها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن تشد الرحال للسفر إلى مساجد غير المساجد 3، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسجد الأقصى الذي في فلسطين. وذلك لأن هذه المساجد 3 لها من المزية والفضل ما ليس لغيرها. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق آخر بلفظ: إلا مسجد الكعبة. أما المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة فالصلاة فيه ب100,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه ب500 صلاة. وهذه المزية ليست للمساجد الأخرى، فلا تشد الرحال إليها. وإذا كانت المساجد وهي بيوت الله لا تشد الرحال إليها بقصد مكانها إلا هذه المساجد 3،